بزاف ديال الناس كيظنوا بان الراب المغربي تبنى غير على الجدل، الديستراكات والصوره ديال الزنقه، ولكن الحقيقه ان النجاح ديال الفنانين بحال طومبي كان وراه واحد الحاجه اللي اهم بزاف، الانضباط. ماشي التحفيز، ماشي الزهر، وماشي غير الضجه ديال السوشيال ميديا. الانضباط، حيت قبل ما الراب المغربي يولي مين ستريم، وقبل المهرجانات الكبيره، وقبل ملايين ستريمات، كانوا فنانين خدامين في الصمت، بينما اغلب الناس ما كانوش مآمنين اصلا ان الراب في المغرب يقدر يولي صناعه حقيقيه. باش نفهموا التأثير ديال طومبيك خاصنا نرجعوا للمغرب قبل ما الراب ينتشر. اواخر التسعينات وبداية الالفينات الموسيقى في المغرب كانت مسيطرة عليها الشعبي، البوب والموسيقى التقليدية والثقافة التلفزية التجارية. الراب كان موجود ولكن كان اندرغراوند، ما كانش دعم واحد، ما كانوش الليبلز كبار كيتيقوا في الروابا، ما كانش ستريمين لا تيك توك لا انستغرام، والاهم من هادشي كامل ما كانش مستقبل واضح. انك تكون رابر في ذاك الوقت كان كيبان حلم مستحيل عند بزاف ديال الناس. الوالدين كانوا كيشوفوه تمرد، المجتمع كان كيشوفوه غير صداع. بحال قلتي مثلا انت كتدخل في واحد المشاكل اللي هي غانغستا وتمشي تولي دراغ ديلر ولا شي لعيبه بحال هكا، والاعلام ما كانش كيعطي شي قيمه اللي هي كبيره، ولكن الثقافه ديال الاندرغراوند كانت كتكبر بشويه بشويه في الاحياء، السايبرز، الكافي، الباركس والاستوديوهات اللي صغار. ومن بعد جا واحد الشخص اللي غادي يبدل الصوره ديال الراب المغربي كامل، طومبيك. البيك كان من اوائل الروابط اللي قدروا يجمعوا بين ستوري تيلين من الواقع، كلمات اللي هي قويه، الملتي سيلاب، النقد الاجتماعي، وحتى الابيلز التجاري. ولكن الحاجه اللي بيناتو ما كانش غير الموسيقى، كانت العقليه ديالو. فوقت بزاف ديال الفنانين كانوا مركزين غير على الصوره، البيك كان فاهم البراندين، الكونسستنسي، الا وهي الاستمراريه في انك دير الحاجه، وكيفاش يبني الاسم على المدى البعيد، ورسم الصوره ديالو في التاريخ. كان كيتعامل مع الراب بجديه قبل بزاف ديال الناس. الناس كيشوفوا الشهرة، النتائج، ستريمينز، المليونز، ولكن ما كيشوفوش الانضباط اللي وراها. طومبيك ما وصلش حيت خرج اغنيه ديال فايرال وخلاص، ولكن بنى واحد الكريديبيليتي وخطوه، الكتابه، التسجيل، التطور، العلاقات، تعرف كيفاش دايره مره على مره وهو غادي. حتى لذاك الوقت اللي كان الراب المغربي مازال اندر ستريم، وهذا الشيء كان محتاج واحد الصبر اللي هو كبير، حيت الفرص كانت قليله بزاف في هذيك ليبوك. من اكبر الاسباب اللي خلات طومبيك ياخذ الاحترام وهو الواقعيه ديالو. كان كيهضر مباشره على الفساد، الفقر، النفاق والضغط ديال المجتمع والاحباط ديال الشباب، وهادشي كامل راه اليبوك وما كندويوش على حاليا. والناس حسوا بالكلام ديالو، حسوا بالهضره ديالو، حيت كان واحد الانسان اللي هو حقيقي. في هذيك الوقت بزاف ديال الشباب المغربي حسوا لاول مره ان شي حد كيعبر على الواقع اللي كيعيشوه كل نهار. الراب ولا اكثر من مجرد واحد ترفيه ولا تعبير. من بعد ما بزاف ديال الدراري حلوا البيبان بحال طومبيك وامينو فيس، الراب المغربي بدا كيتطور بسرعه. جات واحد الجينيراسيون اللي هي جديده، فنانين بداو يجربوا تراب، الدريل، الميلوديك راب، الافرو انفلونسز، واصوات اللي هي عالميه. استوديوهات عندنا ولات مطوره، الكليبات طورات، والستريمين بدل كل شيء. فجاه الفنان المغربي يقدر يوصل للجمهور اللي خارج المغرب بسهوله. الانترنت حيد داك الحدود كامل اللي كان. فاليبوك ما كناش كنلقاو مثلا روابط اللي مشهورين في العالم العربي ولا انهم مشهورين في العالم. الجراندي توتو، ستريمز والعالميه. دابا الراب المغربي تبدل كامل بمقارنه مع بدايه الالفينات. روابا بحال الجراندي توتو وصلوا الراب المغربي لواحد المستوى اللي ما يمكنش، ملايين ديال الستريمات، بزاف ديال لي كولابوراسيون اللي هي عالميه، بزاف ديال لي شوكيس، وجمهور من دول اللي هي مختلفه. ولكن حتى في هذا العصر الجديد نفس القاعده مازال موجوده، الانضباط، حيت هو اللي وراء اي فنان ناجح. فالجراندي توتو كون ما كانش واحد الرابر اللي هو منضبط وديما مستمر وكيجرب بزاف اللعيبات جداد وكيخدم ديال بصح، فراه ما كانش غادي يدير هذاك الشيء اللي وصل ليه حاليا. فمن بعد سنين ديال الخدمه، الضغط النفسي، الاستمراريه، وتضحيات الناس اللي ما كيشوفوهاش. ولكن واحد الحاجه، صعود الراب المغربي خلق حتى مشاكل اللي هي جديده. الصناعه ولات الكومبيتيتيف بزاف، الناس ولات مركزه بزاف على ستريمز، الفيوز، الفولورز، وحتى تشارتس. فما بقاوش كيركزوا على الجوهر ديال ديك الموسيقى ولا شنو ديك الموسيقى كتصور، بكثره ما ولاو كيركزوا على ستريمز، الفيوز. وفي بعض الاحيان الفنان كيولي كيتبع الالغوريثم اكثر من الهويه الفنيه ديالو. السوشيال ميديا حتى هي ولات واحد الضغط، خاصك تبقى حاضر، تبقى تريندين، تبقى ديما باين. وهنا كيطرح واحد السؤال اللي هو مهم، واش الفنان يقدر يبقى ديما
باين وفي نفس الوقت ينجح في الصناعة الحديث ديالو في الموسيقى. هادشي علاش القصة ديال دون بيغ مازال مهمة حتى لدابا، ماشي حيت كان بيرفكت ولكن حيت كيمثل جيل بنى الراب المغربي بلا الميكين ولا الماركتينغ ولا فايرالز. قبل الستريمين والفلوس وقبل الكالتشر والتأثير ديالها كان داك الجيل ساعد باش الراب ينتقل في المغرب، سواء الناس كيعجبهم الستيل ديالو او لا. التأثير ديالو ميمكنش يتنكر. شابتر 9 الرسالة الكبيرة. قصة الراب المغربي فراه هي كبر من الموسيقى بزاف، هي قصة ديال الشباب، تعبير الهوية، طموح والانضباط. حيت اي حركة كتبدل الثقافة كتبدا بناس كيخدموا قبل ما المجتمع يتقبلهم، وهذا الشيء بالضبط اللي وقع مع الراب المغربي. فلهذا روابا بحال دون بيغ ولات عندهم قيمة تاريخية في الموسيقى المغربية، وما يمكنش انك تدوي على تاريخ الراب المغربي وما تجبدش السمية ديال دون بيغ. والمرة الجاية اللي تشوف فيها شي رابر مغربي عنده ملايين ديال ستريم تفكر بلي راه ورا ديك الشهرة غالبا كاينين واحد السنين بزاف ديال الخدمة وبزاف ديال العذاب اللي ما كيشوفهم حتى واحد. وربما هذه هي القاعدة الحقيقية ديال النجاح، وماشي الضجة ولكن الانضباط. الى عجبك الفيديو فما تنساش دير واحد سبسكرايب باش يوصلك محتوى اكثر على الموسيقى، الثقافة والعقلية ديال النجاح اللي غتحتاج. واكتب لي في الكومنت شكون هو الفنان اللي كان عنده اكبر تأثير في الراب المغربي. كان معكم ديلياك، بسلام.